يشامر مجلسنا السائحون فيستز غصن الندى في القلوب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد. أحمد الشكيري ضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبد الله المديف. كيف قراءتك للمشهد المصري، خاصة أنه المصريين يقترعون أو اقترعوا وانتهوا على رئيسهم الجديد، واحتماليات الكبرى تقول أنه رئيسهم القادم هو المشير عبد الفتاح السيسي؟ خلاص هو أظن أمس طلعت النتائج. لا هو بشكل رسمي يعني لسه ما يعني نوعا ما. نعم. يعني إيش السؤال؟ قراءتك للمشهد المصري. أنا أولا ماني سياسي. وما أقرأ المشاهد السياسية لأنه ماني محلل سياسي. ولما حصلت الأحداث في مصر في رمضان كان بيعرض خواطر، كثير ناس سألوني في تويتر إيش رأيك بالأحداث، علق على الأحداث. قلت لهم أنا ما عندي، ليس كل حدث يعلق عليه، وليس بالضرورة الإنسان يكون عنده رأي في كل شيء. أحيانا الإنسان يقول لا أعلم، لا أعلم. وليه لا أعلم؟ الأحداث في مصر علشان الواحد يقدر يفتي فيها ويتكلم فيها لازم يكون مطلع في كل تفاصيل الحقائق. يعني أنا أضرب مثال بس. نعم. إذا الآن في جنبنا غرفة اجتماعات أنا ما شفتها، فيها كراسي، جوني اثنين بيتخانقوا، واحد يقول لي يا أخي الغرفة الاجتماعات دي فيها 10 كراسي، والثاني يقول لي لا فيها 5، وكل واحد جايب لي فيديو، شوف يا أخي في 5 كراسي شوف عد، والثاني يجيب لي 10 كراسي، احكم بيننا، إيش رأيك؟ الحقيقة مع مين؟ لو أنا ما رحت وشفت بعيني وكل واحد قاعد يكذب الثاني وكل واحد قاعد يوريني فيديوهات تثبت رأيه، حقول لهم أنا آسف، أنا ما أعرف لغياب الحقائق. هو أنت في الحدث المصري اللي صار تشوف قناة إعلانية، قناة إخبارية معينة تبين لك تأييد لجانب، قناة الإخبارية الثانية تؤيد الجانب الآخر تماما، تشوف الصورتين نقيضين، بدون الحقائق ما تكون موجودة بالكامل الواحد لا يتكلم. وطالما أنه أنا ماني محلل سياسي صدقا ما عندي رأي. ومع الأسف بعض الناس يحاولوا يمتطوا أسماء المشاهير علشان يأثروا. يعني بعض الناس حطوني صورة مدري من 4-5 سنين أنا بسوي كده، حطوها علشان أنه أنا مؤيد رابعة، وأنا بالمناسبة في تويتر ما عمري حطيت إشارات ولا تأييد لأحد. والجانب الثاني طلعوا كلام انه انا مؤيد للسيسي، وانا ولا سويت ده ولا سويت ده. وما اجد اي حرج انه الانسان لا يقحم نفسه في كل مسائل الحياه، ولا اجد اي حرج اني اقول انا ترى الموضوع ده ملخبطني، ما بشغلي يعني، ومو شغلي ولا تخصصي، وانا ماني في الحدث علشان اعطي راي، لانه الراي مسؤوليه. خاصة لما تكون عندك يعني ناس بيسمعوا لك وبيحترموا رايك، وممكن حتى شباب يتبعوك لمجرد انه انت تفوهت بهذا، وهذا غلط ولكن واقع. المفروض الناس ما تتبع كلام شخص لمجرد الشخص، تتبع الكلام، يتبع الحق وليس القائل. ولكن مسؤولية أنه تيجي تقول رأيك في شيء، فيا تقول وأنت فاهم يا تسكت. اللي أتمنى في مصر وفي كل العالم العربي، وهذا دائما أقوله، أنه مش مهم أنا صراحة عندي من الذي يحكم. إيش المهم؟ اللي يهم كيف يحكم. ما يهمني مين يحكم، يهمني اللي يحكم يطبق أهم 3-4 معايير لتحسين الدولة حقته اللي حيحكمها. يقضي على الفساد والمحسوبيات والواسطات، يؤدي إلى وحدة وطنية، فكل الطوائف المتعاركة سواء دينية أو مذهبية أو طائفية يقدر يوحدهم من أجل مصلحة الوطن. يهتم بالتعليم، يحقق المساواة، ويحقق حياة كريمة للفرد في وطنه. يعني كيف يحكم أهم من يحكم. طبعا هو لأنه في النهاية مش مهم الأسماء، مهم نتائج هؤلاء الأسماء. طيب. وأنا في مصر أقترح لكل العالم العربي النظر في التجارب دائما، وهذا هدف خواطر، أنه نشوف تجارب ناس كانوا في الحضيض وكيف تحسنوا. لذلك مثلا غطينا سنغافورة. أنا أقترح بشدة على مصر وعلى كل العالم العربي شوف التجربة السنغافورية، لأنها دولة انتقلت من عالم ثالث إلى عالم أول خلال 30 سنة، وكانت فعلا عندها كثير من المشاكل اللي احنا اليوم بتضايقنا في بعض العالم العربي، واليوم هي واحدة من أغنى دول العالم مستوى الفرد، واحدة من أنظف دول العالم. ونشوف لي كوان يو اللي هو رئيس الوزراء اللي استلمها في الستينات ماذا فعل.
يعني اللي حيستلم حكم مصر اليوم يا ريت يلتقي بلي كوان يو ويقرا كتابه من العالم الثالث إلى العالم الأول، وشوف كيف حارب الفساد حتى على أقربائه. سبحان الله، يعني لي كوان يو المذكرات حقته مفيدة جدا. فهذا اقتراحي، أنه المهم أنه اللي حيمسك إن شاء الله يقوم بإقامة العدل والقضاء على الفساد. يعني أنت تنصح من يحكم مصر القادم أن يقرأ كتاب، يقرأ أي كتاب لأي دولة عاش يعني كان عندها تحديات شبيهة. أي، لأنه بعض الناس مثلا لما نقول اليابان، لما كنا جبنا اليابان، واحدة من الأمور اليابان طب ما هم صار لهم 70 سنة 80 سنة متقدمين، ما يقدر تقارنهم لكن هذول بخلال جيل. انت السنغافورة هذا واحد استلم كانت البلد معدومة، ولدرجة تعرف سنغافورة كانوا بيستحموا في الشوارع لدي الدرجة. يعني هو كاتب في مذكراته يا أخي أنا أندهش من سائقي التاكسي يبصقون في الشارع، يفتحوا الشباك ويبصقوا في الشارع والناس بتستحمى في الشارع، في فيديوهات. لذلك التحدي كمان سرعة التحسين. المسألة مش بس تحسين، سرعة التحسين. احنا كنا عملنا تجربة، شفنا أداء مصر، كان حلقة السنة الماضية، أداء مصر الاقتصادي على أيام العهد النظام السابق قبل الثورات، نسبة تحسنها. عملنا حسبة بسيطة إنه بنسبة التحسن هذه بالسرعة، وافترضنا إن سنغافورة حتنام، حيقرروا اليوم رئيس الوزراء حيقول لهم أقول لكم ما نبغى نهضة اقتصادية، نبغى نفضل زي ما إحنا. ومصر في تحسنها على النظام القديم قبل الثورات. متى دخل الفرد في مصر يوصل سيساوي دخل الفرد في سنغافورة؟ كم يبينوا من سنة؟ متى؟ ما أدري كم يبون. 2090. سنة 2090. هذا لو سنغافورة قررت تنام. يعني أختم بكلمة وحيدة أخيرة. تفضل. ليس كل مصلح ثائر، وليس كل ثائر مصلح. ليس كل من يريد أن البلاد العربية تتصلح معناها أنه يبغى يثور ويبغى يقلب نظام الحكم ويبغى يلخبط الدنيا ويبغى يزيل الأمن، والعكس صحيح. ليس كل من يدعو لثورة هو يريد أن يصلح فعلا. الأمن من أكبر نعم الإنسان، أنه يكون عايش في مكان آمن، ولكن الأمن نعمة تدوم بالعدل وتزول بالظلم. أي إنسان يصلح أو يريد أن يصلح بلده أو العالم العربي هو يريد في النهاية الأمن، ما يريد ما في أحد في التاريخ يريد زعزعة الأمن. ما في أحد يبغى يعيش في قنابل وحرب أهلية وناس تتقتل. المصلح يريد أن يدوم الأمن، من حرصه على دوام الأمن في البلد أنه يريد الأمور هذه تتصلح، لأنه لو تصلحت سيدوم الأمن. شكرا لك أستاذ أحمد الشقيري، شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن أحمد الشقيري أنه يقول ليس كل مصلح ثائر ولا كل ثائر مصلح. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يثير مجلسنا السائحون